الحمد لله الكريم سلمنا على استقالي بفروج وسنن ذكرته لأنه قد ساقني لوطن دين فأماقني وقادني إليه بالتعليم من بعد ما هزب بالتخلي وجرني فيه إلى العلوم والفوز بالعمل بالمعلوم ثم الصلاة بالسلام تبعا على الذي قصدي أن أتبعا على الذي من بمرادي اقتدى في السر والجهر يكون مهتدى هو الذي هاجر للمدينة بأمر ربه فزان دينا وسيلتي لمالك الرفيق محمد خير الورى شفيع وآله وصحبه النجوم الغاهر النفوس والرجيم هذا وإني يوم يا وهاب خيرك في الدارين لا أهاب وإنني يا بر يا كريم داع وعن سكرك لا أليم منذ جذبتني إليك يا معين عناية منك إلي للتعين فقلت مجذوبا إليك منك بك عليك ورديت عنك مفوضا مسلما إليك أمري مهاجرا لما لديك ثم إليك لا إله سواك خسرت لما لم أجد سواك فجدت لي اليوم بخير منني وقدتني إلى اتباع السنن من بعد ما كان امتداء الناس يدخلني في شرك الخناس وكدت للأملاء والإقراء أسد في التأليف والإقراء وفي التعلم وفي التعليم وفي استقال بهدى المعلوم فقلت ذا ذكر وذا توسل بالمصطفى سبيل عين الرسل وببنيه وبناته معا ليصلحوا في سريعا أجمعا يا بر يا غفور يا عليم إني لأمر تائب مليم يا بر يا رحمن يا وكيل إني كسول نائم أكون يا مالك يا خالق الأنام أمر هواي قلل المنام يا خالقي يا كامل الشفاء لك اشتكيت كسرة الآفات وأنت ذو الجلال والإكرام فنجني وأولني مرامي منك أروم اليوم أن أكون ممن أبوا لخيرك الركون وأن أطيعك بنهج المصطفى سنته البيداء يا من اصطفى يا غافر الذنوب يا قريب إني عبيد هاهنا قريب لعبد ذاك ولإخواني جميع سعادة الدارين حقا يا سميع هب لي في هذا الدعاء إجابة بالمصطفى والآل والصحابة هب لي خير القسم في المقاسم ولذوي الدين بداع القاسمين وللسفر ليل الخوابرين بحرمة المحبوب إبراهيم وليسوق خير حلال طيب وخير جيران بحق طيب وصفني في باطن وظاهر وارحم بي الخلق بحق طاهر وربني ترقية الخفية ببنته رقية الصفية وقي أذايا أقربا وأجنبا ومسلما وكافرا بزينبا وأمني بالخير والسلامة بأم كلثوم إلى القيامة وليجد ربي بحسن الخاتمة هنا وفي قد بجاه فاطمة صل على أبيهم والآل وصحبه ولستجب سؤالي
وكن أنيسي واهمني من الضرر ونجني من اغترار وقرر ونجني ربي وأهل داري هنا وفي قد من الأكدار ونجني والمسلمين من بلاء ودق جسماني في قبر البلاء يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا عبنا هب لي بجاه من هو المختار دنيا وأخرى غير ما أختار واجعل حجابا بيننا وبين كل حسن وتكف عنا العين يا الله يا نسير يا جليل إني عقير مودم سليل فدونني بك وهب لي الأرب بمن على جملة حزن وأرب سيدنا محمد باقي الفلاح وسيلتي إليك في نيل الصلاة وسليا وسلما عليه وكل من قد انتمى إليه واغفر ذنوبي وتقبل عملي وليهب خير منى وأملي يا من على عن المكان والعرب إني لساكن هنا وبي مرض فكن أنيسي واسقني من السقم حتى أكون سالكا خير اللقم يا عدل يا مسل يا من يؤمن أنت مجير يا هنا يا مؤمن فأبدا كل مؤمن يا ذا الجلال من كل سوء وعذاب ودلال يا من على زوجة وعن ولد هني وهد جميع أهل ذا البلد واجعل إلهي مسكني توبا أبد مثل اسمها بجاه خير من عبد وسليا عليه أفضل الصلاة وآله وصحبه سوي الصلاة وكل من خدمني أو سارا فنجني واغفر له أوزارا وكل من أحبني أو مالا إلي فارزقه هدى أو مالا وكل من سلمني أو لاما فأمله توبة واستسلاما فكل من أساء سنه بيا فليخلق قلبه يا ربي وتكفني أذى جميع العالمين وتكفهم أذى يا ربي أمين واجعل بنائي بناء عافية يجرني إلى خيور سافية واجعل بنائي بناء علم وعمل بسنة وعلم واجعل بنائي بناء الهدى وتكفي عني كيد كل استهتداء وتكفني دار أذى الشيطان ويزدي باقين في الأودان وتكفي عني كل شخص لم يرد وذاك فاصرف سيئا إذ يرد وتصرفا جملة ما يفسد عن يدي وعن داري سريعا عشت عنه وتمرني المسلم في يدي وفيه داري وثبتنه بالهادي الوكيل وعالمي وعالما يعينني وتكفني جملة ما يعينني ومسكني سلم من الفجار وامن على أهل بما جاري وجعله ربي مننا المعجلة جالبة لمنن المعجلة يا حي يا قيوم كل يا مجيب أنت المجيب والكريم والقريب إليك وحدك فررت من سواك فكن بذاك خالدا إلى هداك وليكن ربا وليا ونصير ولجميع المسلمين يا بشير وكسرا خيرات هذا البلد ورزقه وتكفي عنا تدين وتثبتا فيه جماعة تقيم الصلوات الخمسة فيا حكيم ونجنا من شر هذا الزمن وشر خيره وكل فتن ودفنا شر النصارى واليهود وشر إبليس وكل سجود
والجن والدجال والسودان في الشرق والمغرب والبلدان وسر ما في الأرض طرا وسماء من ظاهر وباطن اكتتما يا لطيف يا كريم يا جليل عامل جميعنا بلطفك الجميل وكلنا كل نجاة وفلاح ووفقنا لثواب وصلاح وتغرنا بفعل ما أحببت وتكفنا عن فعل ما أبغضت ولا تكن مبتليا منا أحد دهرا بما ليس يضيق يا سمد وهب لنا التيسير والفلاح في كلتي الدارين والنجاة بجائز اليوم وجاي من ولد فيه فرمنا مثله ولم نجد محمد أفضل خلق الله بلا تردد ولا استباء عليه صل أبدا خير صلاة بها نراقب القيام والثقات وهب لنا أرض الذي آتانا وترك ما عن فعله نهانا حتى يكون كلنا في الحركات مقتديا بسنة وسكنات ونجنا بجاهه من لهوى وتكف عنا كسبا ولهوا وتكفنا الهوى وما لا يغني وبك دابا أهلنا يا مغني يلاه مغفرتك المؤملة أوسع من ذنوب عاس مهملة يا بر رحمتك أرجى عندنا من عمل نكسبه فاغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كلهن كل حين ولا تؤاخذنا بسوء الأدب وبالتجرؤ وكسر اللعب فإننا وإن تجرنا فلا نرجو سواك كلنا تفضلا ولا تؤاخذنا بكسرة الفضول في زائر وباطن وبالقبول وكن معيذنا من الوباء وكل نازل من السماء وكل ما يدور في الأرض وما بينهما يكون يا رب السماء واشف قلوبنا مع الجوارح للبر والتقوى بجاه الناس وسليا أسعى صلاة دافعة عنا وباء من جراد مانعا عليه والآل بأفضل السلام وسعته ومسكني خذ يا سلام وزك نفسي وزدني علما يكشف في الدارين عني هما وطهرا قلبي وزدني حياة وأعيني في طاعة يا ربي واجعل يميني كسحاب في سحاب ميمونة في شدة وفي رخاء يا الله يا وهاب يا أهل رفيق بيسلكن اليوم ألف طريق بحرمة المصفى المقربين والآل والصحب وسائر الرجبين جلي بالتقديم والتصديق بحرمة المقدم الصديق وليجد بالحق والتوفيق بحرمة الموفق الفاروق وليهب سعادة الدارين بحق عثمان حق النورين ثم بحرمة إمامنا علي هب لي في الدارين سيفا يعتني يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اقبل اسمنا بحرمة الحسن والحسين مع حرمة كل من إلى الصحب جمع وحرمة البنين والبنات وحرمة الآل مع الزوجات وحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء وحرمة الملائكة القر الكرام وحرمة الكعبة بيتك الحرام وحرمة البيت المقدس العظيم وفي مدينة رسولك الكريم وبيتك المعمور يا ربي وما يزوره من ملك فوق السماء
وجعل كل ذي هدى من صالحين أو مرشد أو عابد أو ناسين وجعل كل من إليك ينسب هب لي ما منك جميعا أطلب وتكفني جملة ما أعوز من سريعا بك يا مؤيس فتجمعا بيني هنا وبين ما يسوقني إليك حيث الإمام وكل ما أنت يوم يا بديع فتفرقا بيني وبينه سريم أنا الذي أسلمت وجهي هنا إليك عازما على أنفسنا أنا الذي لست أميل أبدا إلى سواك هنا ثم غدا لملا وأنت ربي الوكيل وأنت حسبي فلا أميل يا بر أنت ربي الوهاب وفي فتوحاتك لا أتاب يا بر أنت ربي العسيب وأنت حسبي فلا أخيب يا عل أنت ربي المدافع وأنت حسبي فلا أدافع يا حي أنت ذو الجلال الواسع وأنت حسبي فلا أنازع يا رب أنت ذو الجلال الواحد وأنت حسبي فلا أكابد يا فرد أنت ذو العطايا الماجد وأنت حسبي فلا أحاسد مولاي أنت ذو الهدايا نافع وأنت حسبي فلا أخادع أنت الذي تري محبي بهداك وأنت حسبي فلا أبقي سواك فمن حمايتي يكن حسن عزيم عن كل زيناب وسوء كل هين ودفني هذا البقاء والقدم هذا الذي مشى إلي بالقدم وسر من يركب ذا سلال وسر ما يطير ذا جنان وسر من يجلس بالكلام وسر ذي دل وذي قيام وسر من ينفس في الوقود وسر سائر وذي جود بك عقدت يا إلهي أسدا وحية وعقربا وأسودا وعاقدا ونافسا وسارقا وعائنا وسائرا وتارقا والإنس والجن معا عني وعن جميع من قد أسلموا فيما ولن بألف ألف نفس لا حول ولا قوة إلا بالإله ذي العلا ونجني من شر ساكن البلاء وشر كل والد وما ولد وتكفني شر فم وعين وكل من حسدني بالعين ونجني من سل كل ظالم وشر كل جاهل وعالم وكل سامد وكل ناطق وكل مارق وكل تارق وكل أرسل وكل فاجل وكل قاهر وكل سائل وكل دائر وكل ماشي وكل غامل وكل فاشي وكل آسد وكل ساني وكل جبار وكل جاني ونجني يا من تعالى يا مجيد من شر جن مع شيطان مريد شر جن مع شيطان مريد وشر ذي القرب وشر النائم والحر والبرد وشر الماء وسود النية وأيني أبد وطهر القلب وسخي الجسد وهب لي القيام في الليالي وصوم في النهار بالإمال وخلي النية من الرسائل وكن مجملي بالفدائل وسك لبي وافتح ربي ليا فتى مبينا لا يرى لمثليا وليا حساقة ونورا وفي السرات يسر المرورا وهب لي الذكر بشكر كل حين
ومدني من جملة المقربين ولا تزل يا مالكي دليلي وعزبني وكن خليلي وعلمني من لدنك علما حتى أسير راسخا خدما وكن معيني على الشيطان والنفس والخلق مدى الأزمان ولي في الدارين كن عازا وفي مالي لا تزل ملازا وسفيني غالبا وقلبا ولي عبدا خية وحبا وكن ولي في الحياة ولدا موتي وفي القبر وفي العصر غدا ولا تزل لي يا عقلي سحاميا وعابسا وعاجبا وراديا وجاسبا ومرشدا معلما وقائدا إلى الهدى مكرما وهاديا وناصرا ومتحفا بكل ما ينفعني وبالتفا وبسلكا مسالك الخلاص وتكفني عن جملة المعاصي وبسلكا ربي طريق الأولياء عن نجباء المخلصين الأسقياء وأولني سعادة لست أرى سخاوة من بعدها أو ضررا وتثبتا حبك في فؤادي وحب خير الخلق في تمادي وحب آله وصحبه جميع ثم حب كل مسلم مطيع يا ربنا يا سلعة يا أجبي توسلي بالمصطفى المنتخب ثم عليه صليا خير صلاة تقودني إلى ملاقاة الهدى وتغرني بحب كل مسلم ونجني من شر كل مجرم وأعلني بطاعة وتكفني عن المعاصي وجميع الفتن وتخرج الأخيار من فؤادي وتغل الأنوار في هادي وكن معيني على ما يصلح وتكفني جملة ما يخبئ ولتهني دقائق الأسرار من علمك النافع والأنوار وهب لي اليقين والعرفان والسوق والغفران والرضوان والاستقامة على العبادة والكشف والحيان والسعادة وأصلحا أمة خير المرسلين وفرجا عنهم جميعا يا عليم وارحم وبارك ثم عاف كلهم ونجيهم والتف بهم واغفر لهم واجعلني يا ربي من أعظم العباد عندك حسا ونسيبا في تمام واجعل جميع حركاتي لك وسكناتي طاعة بفضلك واجعل حياتي ومماتي في السنن والفرد والمندوب سرا وعلنا واجعل مماتي راحة لمن نصب ومن جوى ومن قراء ووسب وعمل عن كله مقبولا حتى أكون مقتدا مقبولا ومسكن عن مسكنا مباركا وسيرني سالكا وناسكا أدعوك أن تجعل دار التقى والعلم والدين ودار الابتغاء أدعوك أن تجعل دار التقى والعلم والدين ودار الابتغاء وجنة لسالك مريد وجنة هادك مريد ومنفعا لكل عاد مسلمين ومنفعا عن كل عاد مجرمين وحجة لمن بضعف اهتدى وحجة على مخالف غدا وملبا لطاعة الرحيم ومهربا من طاعة الرجيم ومسلكا لسبل اتباع ومدركا لسبل اتباع ومسكنا لجلب كل خير ومسكنا لدفع كل دين وسببا لفتح خير الخير وسببا لدفع دير العين
وارده الأرض أمن وأمان ورحمة وسعة كل أوان وارده الأرض رزق وأمان ورحمة وسعة كل أوان يا دافع الأسرار والأبدار بالمصطفى افتح كل سوء داري واغفر لمن بنوا بناء حرفهم واغفر لمن أمرهم بجميع ولجميع من آنهم على بنائها الذي بفضلك اعتلى واغفر لكل من بها قد سكنا وللذي لها لخير ركنا وتجعل الأسعاد الامتلاء نورا ورحمة بلا انتهاء ورزقا اجعل أطيب الحلال في العسر واليسر على توالي وليجد فيه بعلم ينفعون ورفعة الزيد بقلب يخشعون وليرى في دعاء يسمعون مع القناعة بنفس تشبعون وزوجة صالحة تعينهم على التقى والبر يا معين وأسبل الكنف سرك الأبد علي مع جملة أهلي يا سمان واضرب سرادقات عزك على دار وما فيها جميعا مسجلات وتلقي الجميع في مكنون غيبك واحجنا عن الفتون وأسرار الخلق والرزايا والجن والشيطان والبلايا وعمرني بالتقى والنور والسود والوراء في الدور ومسكني عن مسكن الغفران والرشد والعرفان والرضوان ودار إخلاص وصدق ووراء ودار سنة ومنجا من بدار واجعل متابا مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم ومسكن الإسعاد والتعليم ومسكن التسوير والتفهيم واجعل مسكن خروج من سلم للنار واكف عنه كل من ظلم واجعل دابا مسكن اتباع لسنة لا مسكن ابتداء واجعله يا ربي أحب مسكني في أرضنا لك وللماء السنين واجعل بداري عن الفجور والإثم والباطل في الدور وانفي الوباء والبلايا كلها هنا وطيب شربها وأكلها واجعل هريمنا هريما آمنا وكن بنفسي كفيلا آمنا واجعل خيرا من الجهاد السلج واكفها عن الآفات غني عن الشيطان يا جليل ومسكني وكل ما أقول يا الله يا عزيز يا ذا الأمر يا فائق الخلق من بالخير نفسي وديني ثم مالي والولد ومسكني لك وديعة الأبد وهكذا دنياي مأورايا ففيهما عن السذ الرسايا وللعذاب نال عن جملة من بيتعلق من أبناء زمن وجملة الإخوان من أقارب في الدين أو في الدين والأجانب فليكن إذا الوداع يا صمد تولني ولا تكلني لأحد وارحم جميع المسلمين أبدا وسليا وسلما لسرمدا على محمد الوسيلة لك ولي رب الختام عندك وتسلم الصلاة
للصحابة أنا لي وحبلي الإجابة وتسلم الصلاة للصحابة أنا لي وحبلي الإجابة وتسلم الصلاة للصحابة أنا لي وحبلي الإجابة وتسلم الصلاة للصحابة